مش كل الناس تقدر تقول لأ، وهي عارفة إن نهايتها قربت. لكن القصة دي عن ناس عملت كده فعلا. في سنة 1003 ميلاديا، في زمن صعب جدا، زمن كان فيه الإيمان بيتحط على المحك. كان في راجل اسمه يوحنا أبو نجاح، مش أي حد، ده كان من عظماء الأقباط في القرن العاشر. راجل تقي، قلبه متعلق بربنا، بيحب كنيسته جدا وبيساعد الفقراء، وحتى في شغله كان كبير بين الكتاب المباشرين، يعني راجل ليه قيمة وهيبة. وفي يوم فجأة وصل له استدعاء من الحاكم بأمر الله. دخل يوحنا القصر، وقف قدام الخليفة والجو كله توتر. الخليفة بصله وقال: سيب دينك وادخل ديني، وانا اخليك وزيري تمسك حكم المملكة كلها. عرض مغري، سلطة، مجد، مكانة، اي حد ممكن يضعف. لكن يوحنا قال بهدوء: اديني فرصة لحد بكرة. خرج وجمع اصحابه وقال لهم جملة تقيلة جدا: انا مستعد اموت علشان اسم المسيح. ما تجروش ورا مجد بيضيع وتخسروا المجد الأبدي. تاني يوم رجع لقصر الخليفة، سأله: ها فكرت؟ يوحنا رد بثبات: وهفضل على ديني. ساعتها الجو اتقلب، الغضب بان على وش الخليفة، وأمر فورا: اجلدوه 1000 جلدة. بدأ التعذيب واحدة ورا التانية لحد ما وصلوا ل300 جلدة. يوحنا بصوت ضعيف قال: أنا عطشان. وصل الكلام للخليفة، قال لهم: اسقوه. بس قالوا له يرجع عن دينه الأول. قربوا له المية وكلهم مستنين، لكن يوحنا قال كلمة محدش كان متوقعها: رجع المية. سيدي يسوع سقاني وارتويت، وفي اللحظة دي سلم روحه ومات على اسم المسيح وأخد إكليل الشهادة. بس القصة ما وقفتش هنا. الخليفة من شدة غضبه أمر يكملوا الجلد لحد 1000 حتى وهو ميت. وبعدها الدور جه على الرئيس أبو العلا فهد ابن إبراهيم، راجل كبير في الدولة ومحب جدا للمساكين وواقف جنب كنيسته دايما. الخليفة حاول معاه بأسلوب تاني: أنا رفعتك فوق الكل، خليك معايا في ديني وخليك أعلى كمان، تبقى زي أخويا. عرض فيه احترام وقرب، بس برضه نفس الاختبار. أبو العلا ما وافقش ولا حتى رد بالكلام اللي يعجبهم، فصدر الحكم فورا: قطع الرأس وبعدها حرق الجسد. حطوا الجسد في النار، والنار فضلت شغالة مش ساعة ولا يوم، ده 3 أيام كاملة. والمفاجأة الجسد ما اتحرقش، وإيده اليمين اللي كان بيدي بيها صدقة للفقراء فضلت سليمة، وكأن ربنا بيقول: الخير اللي عملته أنا حافظه. وأخد هو كمان إكليل الشهادة. ويقال إن ربنا انتقم من الناس اللي وشوا بيه عند الخليفة. أما باقي ال10 اللي كانوا معاهم اتعذبوا، 1 مات أثناء التعذيب، و4 ضعفوا في الأول، بس بعد كده رجعوا وقالوا: لا، احنا مع المسيح، واخدوا هما إكليل الشهادة. وفي 3 رجعوا برضه للمسيح. وفي الآخر القصة دي مش بس عن ألم، دي عن ناس اختارت الصح حتى لو التمن كان حياتهم. بركة صلواتهم تكون معنا، آمين.